لسه مكملين مع بعض في البريبير ادجستنج انتريز فور ديفرنس برضو، ومكملين في البريبيد اكسبنس لسه ما خلصناش في الديبريشيشن الاهلاك، او الاهلاك لسه هنكمل فيها نفهم بقى ايه اللي بيحصل فيه بالظبط. ده اكيوميليت ديبريشيشن اكويبمنت للمعده اللي احنا اتكلمنا عليها اكونت اوف سيتس ذا اسيتس اكويبمنت، يبقى بنقفلها مع الاكويبمنت، يعني بنحط الاثنين جنب بعض. الايكويبمنت اهي ب 5000 وتحتيها على طول لازم يظهر الاكيوميليت ديبريشيشن الخاص بيها، المجمع الاهلاك الخاص بيها. ده اسمه اكيوميليت ديبريشيشن، يعني مجمع الاهلاك الخاص بيها. فبتظهر بالنت بقى 5000 ناقص 40 ب 4960، لازم الحسابين يظهروا مع بعض كده بالشكل ده. فهنا ده معناه offset of the assets equipment. This account keeps a track. احنا في الحسابات دي بنحافظ على the total amount of depreciation expense، على مجموع الاهلاكات اللي بتحصل على مدار السنين بالكامل taken over the life of the assets، على مدار عمر المكنه. الاكيوميليت ديبريشيشن لو انا عايز اعرف انا اهلكت قد ايه على مدار 3 4 سنين ورا، فانا بعرفه منين؟ من الحساب ده، من حساب الاكيوميليت ديبريشيشن. لو انا بقلل الاكويبمنت مش هعرف الاكويبمنت ديت انا اهلكتها بكام، هضطر ارجع للسنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها علشان اقدر اوصل للاكيوميليت. عشان كده احنا عملنا حساب اسمه accumulated depreciation. يبقى the balance of accumulated depreciation للاكويبمنت account will increase $40 each month، كل شهر هيتهلك ب $40 and balance in equipment remains 5000. وقيمه المعده نفسها انا عايز اعرف انا اشتريتها بكام، مش هضطر ارجع للسنين ورا، لا انا اشتريتها ب 5000 ظاهره قدامي باستمرار. يبقى الستمنت برزنتيشن بتتعرض بشكلها عامل ازاي؟ as indicated accumulated depreciation equipment is contra assets، عباره عن حساب شاذ او حساب بيقابل الاصل، يعني بيبقى عكس طبيعه الاصول لكنه من ضمن الاصول. it's offset against equipment، يبقى بنقفله مع الاكويبمنت اللي احنا عاملينها ديت on the balance sheet. the normal balance of the contra assets account، طبيعه الكونترا assets account غير طبيعه الاصول، طبيعتها كريدت رغم ان كل الاصول طبيعتها ديبت، عشان كده بنقول عليه اسمه ايه؟ كونترا اسيتس اكاونت. كونترا اسيتس اكاونت حساب شاذ من ضمن حسابات الاصول. it disclose both the original cost، يبقى انا لازم افصح عن الاوريجينال كوست، التكلفه الاساسيه بتاعتي of the equipment and the total cost has been expensed to date، ولازم افصح عن المجمع الاهلاك اللي انا صرفته من المكنه ده على لحد النهارده. يبقى البوك فاليو، طب وده بيدينا حاجه اسمها بوك فاليو، يبقى الاكويبمنت دي لها اوريجينال كوست تكلفتها الاصليه اهي، وفي حاجه اسمها بوك فاليو. البوك فاليو ده عباره عن ايه؟ او الكارينج اماونت، بوك فاليو او كارينج اماونت اللي هو 5000 ناقص 40 يدينا 4000، يبقى ده اسمه كده. ال 4960 دي اسمها ايه؟ اسمها بوك فاليو. the difference between the cost of any depreciable assets، عباره عن تكلفه اي اصل بيتهلك and its related accumulated depreciation، ومربوط بها مجمع الاهلاك بتاعها، بطرح منها مجمع الاهلاك بتاعها. as noted earlier the purpose of depreciation is not valuation، الغرض من الاهلاك مش التقييم، ولكن انا بعمل تجميع للتكلفه بتاعته على مدار السنين، مش تقييم، ملوش علاقه بالتقييم. ممكن الاكويبمنت دي تبقى قيمتها 5000 6000 7000، ملوش علاقه بال 4960 دي خالص. فاحنا كده عرفنا ان احنا في فور بريبيد اكسبنس، البريبيد اكسبنس ممكن يبقى فيه اكتر من اكزامبلز. احنا اتكلمنا على الانشورنس اللي هو البريبيد انشورنس، اتكلمنا على السبلايز، ممكن يبقى فيه ادفرتايزنج او بريبيد ادفرتايزنج اكسبنس. بريبيد ادفرتايزنج يعني انا دفعت فلوس دعايه مقدم لمده 5 6 شهور قدام، لمده 10 شهور قدام، لمده سنتين قدام. رنت انا دفعت ايجار لمده سنه قدام. ديبريشيشن زي ما احنا اتكلمنا على الديبريشيشن. الريزونز فور ادجستمنت، ليه بعمل ادجستمنت؟ بريبيد اكسبنس ريكورد ان اسيتس، احنا بنسجل كل البريبيد اكسبنس از اسيتس كاصول، رغم ان هو اسمه اكسبنس بس هو بريبيد مقدم، فبيبقى عندي بيتسجل كاصل. assets account have been used وبنستخدمه. الاكونتس بيفور ادجستمنت، الحسابات بتبقى قبل الادجستمنت. الاسيتس بتبقى اوفر ستيتد لان ما قفلتش الاصل ده لسه، الاسيتس بتبقى كبيره جدا، اوفر بتبقى اوفر عن وضعها. والاكسبنسز اندر ستيتد، والمصاريف بتبقى اندر ستيتد، بتبقى قيمتها اقل مما يجب. والاسيتس اوفر ستيتد، قيمتها اعلى مما يجب. بعد الادجستنج انتريز بعمل القيد، بعمل ازاي؟ بزود المصروف، بجيب المصروف ديبت اكسبنس، وكريدت الاسيتس او كونترا اسيتس. خلي بالك قال لك بتقلل الاصل نفسه زي في حاله الانشورنس او السبلايز او الادفرتايزنج او الرنت، او بتقلل الاصل عن طريق حاجه اسمها كونترا اسيتس اللي هو الديبريشيشن او الاكيوميليتد ديبريشيشن.